صفيت على الزبده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى المرطه بتاعتها روقت تحت ازاي، وكل اللبن هتتعمل كده اتقدحت خالص، ما فيهاش لبن. انا طافي عليها يا جماعه. بصوا اعملي حسابي لما بتطفي عليها برضو بتاخد وتدي كده مع النار اهو، يعني كده البوتاجاز مطفي يا جماعه خالص اهو. بصوا تاخد وتدي ازاي. ممكن لو انت اتقدحت منك قوي هتروحي شايلاها من على العين على طول، ما تسيبهاش كده زي ما انا سايباها، لا. ودي برضو اهيت. بصوا المرطه فين اهي، قعدت تحت بقى خالص اهي عشان اتقدحت اللبن مفيش بقى خالص، عملت مرطه اهو. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم وبقول تاني، دي احلى زبده يا جماعه، الزبده بتاعت الشتاء. الزبده بتاعت الشتاء لا يعلى عليها اهي. ممكن تحطي لها شويه كركم، شويه كاري لو انت عايزاها تبقى اللون مصفر كمان قوي. وفي ناس بتحط للزبده البيضه، يعني انا عملتها قبل كده على القناه عندي، لو دخلتي على القناه هتلاقيني حطيت عليها قبل كده برضو. في الاخر اول ما بطفي عليها كده بحط اهو. بصوا حبيت بس اوريها لكم، انا طافيه عليها دلوقتي اهي. بصوا بقى الصافيه ازاي، مفيش بقى اللبن خالص. المرطه هي اللي بتنزل اهي، قاعده تحت في ارضيه الحل اهي. ادفع عليها وسيبيها بقى خالص، لما تهدى خالص ايه تحطيها في بطرمان، تحطيها في بطرمانين زي ما انت عايزه. هسيبها كده تهدى اهوت، وبعد كده هروح ايه حطها في بطرمان. بس لما تهدى، سواء ازاز او بلاستيك، لازم لما تهدى خالص اهو. حبيت اوريها لكم يا جماعه، انا طافيه عليها. بصوا المرطه بقى روقت تحت خالص اهي. بصوا قاعده ازاي في الارضيه كده، مفيش لبن. ريحتها تحفه، قلب الشقه. قدحت الزبده اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي اهوت، بسم الله ما شاء الله اهو. زي ما بقول لكم احلى زبده يا جماعه تجيبوها دلوقتي في الشتاء، ما يعلاش عليها. زبده الشتاء دي معروفه. بصوا اهم حاجه مفيهاش، قدحتيها كويس تقعد معاكي بقى للسنه زي ما انت شايفه كده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله. اتقدحت كويس. المرطه بقى معاكي تحطي بقى عليها حته جبنه قديمه. بصي تظبطي بقى الدنيا معاكي. بس اهم حاجه ان انت تقدحيها كويس قوي، ما يبقاش فيها لبن، عشان فيها لبن باظت منك، مش هتقعد معاكي. يعني ان انت تركنيها شويه وكده، لا خلاص باظت. دي بره التلاجة تقعد معاكي من السنه للسنه، بره التلاجة، مش لازم تدخليها في قلب التلاجة، لا بره التلاجة وهتبقى معاكي زي الفل. بسم الله ما شاء الله. زي ما بكلمك كده هتقعد معاكي للسنه بره، مش جوه التلاجة. ليه؟ اتقدحت كويس قوي. طلعنا المرطة وما فيهاش نقطة لبن. بصوا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. ريحتها تحفة تحفة. فحبيت اقول لكم احلى زبدة تجيبوها يا جماعة في الشتاء اهو. اقول لكم ايه، تابعوني هتلاقوني ان شاء الله كل يوم فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. اما اظبط بقى انا المرطة مع الجبنة القديمة كده، معلقة طحينة معاهم تبقى مية مية. يلا اقول لكم ايه، سلام عليكم. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا، فيديو مع الزبدة. زي ما انتم شايفين مفيش احلى من زبدة الشتاء يا جماعة، خلوا بالكم مفيش احلى من زبدة الشتاء اهو قدامكم. اللي عايز يجيب زبدة بيجيبها في الشتاء، تقعد معاكي من للسنة للسنة. بصراحة احلى زبدة هتجيبيها الزبدة بتاعت الشتاء، تقعد معاكي زي ما انت عايزة.
حلوة وفيها البركة وكلها خير بصراحة. حلوة يعني الزبدة بتاعت الشتاء يا جماعة، جميلة جدا. انا بجهز اهوت في الحلة زي ما انتم شايفين، هسيحها اهو. حبيت اوريها لكم، مفيش احلى من الزبدة يا جماعة بتاعت الشتاء بصراحة. واكيد كلكم عارفين اللي بيجيب الزبدة بيبقى عارف ان هي زبدة الشتاء دي ما يعلاش عليها. هي في كل حاجة، في اللبن، في الجبنة، ما شاء الله. والزبدة تحفة تحفة. هات الزبدة في الشتاء اهو، دحيها وجهزيها وحطيها عندك، تقعد عندك من السنة للسنة. بسم الله ما شاء الله اهو. حبيت اوريها لكم قبل ما اسيحها اهو. جميلة جدا. شمي ايدك وانت بتفكيها وبتحطيها في الحلة، شمي صوابعك كده وايدك تلاقيها جميلة جدا اهي. حبيت اوريكم الزبدة اللي انا جايباها اهو. انا هبدأ دلوقتي احطها على البوتاجاز اسيحها. حبيت اوريها لكم اهو. ريحتها بقولك شمي بس صوابعك كده، ريحتها جميلة جدا. يلا بينا يلا زبدة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. زي ما انا ما بقولك، احلى زبدة تجيبيها في الشتاء، احلى زبدة هاتيها بصراحة في الشتاء اهو. زي اللبن بيبقى حلو قوي في الشتاء، زي الجبنة دي تعمليها من السنة للسنة. بصوا مفيش احلى من الزبدة بصراحة بتاعت الشتاء دي اهو. حطيت اهي تسيح، قلت اما اوريها لكم. بسم الله ما شاء الله اهو. حطها حلتين اهو. بصوا عامله ازاي، ريحتها بس تقلب الشقه. ريحتها يا جماعه والله بتقلب الشقه. في ناس بتحب تسيبها كده، بس انا بحب بصراحه اسيحها واقدحها واجهزها كده واحطها في التلاجة. في الشتاء ممكن ما تبقاش عايزه تحطيها في التلاجة ما تحطهاش، بس انا بصراحه بحب احط بحط في التلاجة. عايزه تحطيها بره عمرها ما يحصل لها حاجه، مادام قدحتيها وما فيهاش نقطه لبن عمرها ما هتعفن منك، وهتبقى زبده مقدوحه 10/10. في ناس لو هي سامعاني تقول لي ده عفنت مني ولا عملت طبقه ريم كده عفان بسيط لا، دي كده تعرفي ان انت ما قدحتهاش كويس وكان فيها لبن. كده الزبده معاكي ما اتقدحتش كويس، تقدحيها كويس قوي. حطيها خزنيها بره. زمان ما كانش فيه تلاجات زي ما احنا عارفين يا جماعه، تتحط بره مش هيحصل لها حاجه. من السنه للسنه البطرون مقفول قدامك، ما دام اتقدحت كويس وما فيهاش دشفت اللبن وما فيهاش نقطه لبن عمرها ما هتبوظ منك. عفنت منك وباظت تعرفي ان انتي ما قدحتهاش كويس، وفيها نسبه بسيطه كمان مش كتير، بس برضو باظت منك بسبب ان انتي ما قدحتيش الزبده كويس. بصوا عامله ازاي، لازم تقدحها كويس قوي قوي قوي، ما يبقاش فيه نزلت المرطه بتاعتها كلها، لمت كل اللي فيها. حبيت اوريها لكم. يلا نكمل.